كابتن خالد الغندور والاستاذ عمرو الدرديري ناس اعلاميه من الناس الكبيره في نادي الزمالك. ما بهزرش، بتكلم جد والله. خالد الغندور كان لاعب في الزمالك وبعد كده بقى اعلامي. عمرو الدرديري كان صحفي، ما اعرفش ازاي بس كان صحفي وبيطلع في التلفزيون ويعتبر من اعلام الزمالك. الاثنين دول الاثنين طالعين، يعني احنا لسه ثالث مباراه في الدوري. ثالث مباراه في الدوري وكل الفرق اتعادلت على فكره. الاهلي تعادل والزمالك تعادل وبيراميدز تعادل والمصري تعادل، كل الفرق اتعادلت. فيقول لك ايه بقى؟ وده السبب اللي هيحصل فيهم بعد كده في التحفيلات اللي هتحصل عليهم، انهم بيحبوا ينكشوا جماهير الاهلي عشان عارفين ان جماهير الاهلي كتير، فهينكشوهم، فهيبقى في جدل، فهيبقى في تحفيل، فهيبقى في ريتشات طالعه ومشاهدات وبتاع. من امبارح البوستات نازله من الكابتن خالد غندور والاستاذ عمرو دريدي، طلع مع ابراهيم مع مهاب، ويقول لك ايه؟ الاهلي الزمالك خد بطار الاهلي. يعني الزمالك خد بطار الاهلي لما تعادل لما كسب مودرن، عشان الاهلي اتعادل مع مودرن. احنا قلنا من الاول ان الاهلي الماتش اللي هيتعادل معاه كانه كان هزيمه، بس احنا لو كسبنا المقاولين يبقى خدنا طرق. طب في افريقيا كنا بناخد طرق، في الدوري الفرق اللي احنا كنا بنكسبها كنا بناخد طرق. لا ما تتحسبش كده، وانتوا المفروض ما تطلعوش تقولوا كده. يعني واحد زي مينا ماهر ماشي يطلع يقول ده راجل كان في اعلام الاهلي وبعدين راح اعلام الزمالك عشان اكل العيش، ماشي. اما انتوا اتنين اعلاميين، المفروض انتوا محسوبين على نادي الزمالك، ما تطلعوش تنكشوا الناس. خطر ايه؟ يعني خطر ايه؟ طب الاهلي زي ما الاستاذ ايهاب اللي كان معاهم قال له خد طرك الاول. ايوه خد طرك الاول، ارجع لمستواك. اصل انا بقيت دلوقتي في المركز الثاني. ده لسه ثالث ماتش، والاهلي لسه هيلعب الماتش الثالث بتاعه يوم الاثنين الجاي مع غزل المحله. لسه الدوري طويل، ده 21 فريق. فانت جاي النهارده تقول اصل الزمالك خد بطار الاهلي. خد بطار الاهلي في ايه؟ الماتش اتلعب وتعادلوا، كان في توفيق من لعيبه مودرن ومن اللاعب اللي اسمه حسام حسن اللي كان في الاهلي وبعدين راح هناك وموت نفسه قدام الاهلي، اللي انا ما شفتوش في ماتش الزمالك خالص. يعني انا ما شفتوش امبارح في ماتش الزمالك خالص. وتعادلوا مع الاهلي زي ما المقاولين عملت معاك كده بصفقاتك وتعادلت معاك. ما تقوليش بقى تقول لي اصل خد مكان الاهلي والاهلي وخطر الاهلي. ليه النكش؟ انتوا اعلاميين كبار. ده كان ردي على الكباتن، واقول لهم لسه الدوري طويل. سلام.